السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ نشوى الخطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تنسوش الدعوة منكم لأبويا وأمي بالرحمة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم هم وأمتنا جميعا يا رب العالمين. طبعا لتاني مرة على التوالي طلب مني الأكلة دي. عجبت ولادي جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. أكلة صحية تحفة، حاجة كده بصوا، تحفة تحفة تحفة. جربوها، أنا لسه عاملاها الأسبوع اللي فات واتطلبت مني تاني، نزلتها برضو على القناة وولادي طلبوها مني وقلت لهم والله اللي عاملاها لكم. وعاملة معاها بقى برام رز فلاحي كده بصوا، 10/10. حاجة كده تحفة، بسم الله ما شاء الله بجد. طالع من جماله، العيال بياكلوا من جنب كده من كتر جماله مش صابرين. حاجة كده بصوا طالعة ما فيهاش غلطة. الأكلة دي عيالي بيعشقوها، لو عايزين يخليني يعملوها لي أعملها كل يوم، يقولوا لي اعملها كل يوم هعملها. طلبوها مني وتعالى أقول لكم بقى على طريقتها. سهلة جدا وما استخدمتش البوتاجاز فوق خالص. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، وربنا يجعل بيوتكم عمرانة بالخير دايما. عندك نص فرخة، عندك فرخة، عندك حتة اللحمة، عندك جوانح، عندك اي حاجة هتعمليها. بطاطس صغيرة كده كانت عندي قشرتها على قرنين فلفل حار وكوبي وعادي، اختياري مش اجباري. الاجباري اللي هو فلفل كوب يكون بارد، اما الاختياري حار بقى لو انت حابه. على كوسه، على جزر، على بطاطس، لو عندك بتنجان حطي، لو عندك بصل حطي، بصي اللي انت عايزاه. وشويه بقى بابريكا، وشويه بصل بودر، وشويه فلفل اسود، وشويه زعتر، شويه زيت زيتون. اكله صحيه 100%. عارفين يعني ايه اكله صحيه 100%؟ تعالي شوفي كده معايا هتتعمل ازاي. استخدمتش النار فوق خالص، بوتاجاز زي الفل ونضيف، كله في الفرن. هنحط كده بقى الفراخ بتاعتنا، طبعا مغسوله ومتمنقوعه ومغسوله بدل المره 10 مرات. يعني انا بحب انقع الفراخ بخل وليمون ودقيق، ولو ما فيش دقيق بحط طحينه، ولو ما فيش طحينه بحط دقيق، خليها زي الفل. حطينا الفراخ، حطينا البطاطس، حطينا الجزر. بصوا مش عايزه اقول لكم اكله تحفه. شويه كوسه، زي ما بقول لك بقى، لو عندك بقى فاصوليا خضراء، عندك بتنجان قطعيه مكعبات، حطي الخضروات اللي انت عايزه تحطيها حطيها، اللي يجي في سكتك حطيه. فلفل اسود بقى، وشويه زعتر، وشويه ملح، وشويه بابريك. ومثلا لو انت حابه بتحبي الكمون حطي براحتك. شويه زيت زيتون بقى، لان احط لا سمنه ولا زيت عاديه، شويه زيت زيتون، حاجه صحيه كده، حاجه خفيفه. الجماعه اللي بيتعالجوا من الكوليسترول والدهون العاليه، وبصوا كل فيديو اقول لكم الكلام ده، لما اكون عامله اكل صحيه اقول لكم كده. اللي بيعاني من الدهون العاليه، على اللهم احفظنا الكلى او الكبد او بصوا الدهون العاليه دي بقى بتيجي في كله، كوليسترول والكلام ده. فهي دي الاكله الصحيه المية في المية. تمسكي بقى تقلبي كله على بعضه كده، وتشربي بقى التوابل اللي انت حطيتيها فيهم. وبقى نجيب ايه؟ البطل بقى بتاعنا، الكيس الحراري. انا بحب اعمل بقى الحاجات دي في قلب الكيس الحراري، ما تاخدش معاكي سوا، وتحطي في الفرن وتزقي معاهم. ومية مية. انا كل دوت وحاطه برام رز في الفرن، لان انا وريت لكم برام الرز كتير جدا. مش عايزه بقى اطول واوريكم تاني، لان انا لسه موريه لكم الاسبوع اللي فات. فانا عملته، قمت جايه زقه في الفرن، وقلت اسيب بقى الصينيه تتحط بقى بعد ما ارفعها على الشبكه، احطها تحت. جبنا بقى الكيس الحراري كده، ونقوم نازلين بقى بكل اللي احنا عملناه ده. وعلى فكره ممكن تعمليه بالارانب، ممكن تعمليها باللحمه، مش شرط. ممكن لو عندك بانيه، مش شرط فراخ، ممكن لحمه، فراخ، ارانب، جوانح عندك، قطع بانيه، اي حاجه. اكله صحيه جميله. اللي بيروح بقى الشباب بتروح تعمل جيم، البنات اللي بتعمل دايت، وانا بقى هبتدي دايت ان شاء الله معاكم، وهقول لكم باذن الله باذن الله. ان شاء الله هعمل نظام دايت حلو قوي، وهشارككم اليوم بتاعي فيه، عشان اللي حابب يعمل دايت يعمل معايا ونشجع بعض. تشجيع يعني، تشجيع عمال. نقفل الكيس ونطلع منه الهواء، وبيبقى جاي معاك كده رباط تقومي رابطه بيه. واهم حاجه ما تنسيش تخرميه من الجنبين، خرمين كده عشان ينفس كده وايه، ويطلع اللي فيه، ما يفرقعش او ما ينتفخش.
يعني بتكلم معاكم بالبلدي كده بطبيعتي، ما ينتفخش معاكم الكيس، لا بتنغذيه كده عشان يدي تنفيس للهواء اللي فيه. و... ونحط بقى شويه ميه سخنين، بدور بقى على سكينه او مقص عشان انغزه كده، اديله خرمين كده. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا رب. ربنا يشفي كل مريض ويشفي مرضانا، اللهم امين يا رب. يا رب يشفي كل من يتألم وما يعلم به غير ربنا سبحانه وتعالى. يشفي كل مريض يا رب، ويرحم موتانا يا رب، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، ويسد كل واحد دين، اللهم امين، ويرزقنا بالرزق الحلال الوفير، اللهم امين. حط بقى شوية مية سخنين تحت في أرضية الصينية، مية سخنة كده مغلية، يدوبك بس حبة صغيرين كده، بس مش هتشرب غير الشوية بس دولت. ونحطها بقى في الفرن تحت ونسيبها بقى، ما بتغيبش. أكلة صحي وأكل جميل، ولا في أي دهون خالص. وعملت برام الرز لولادي، اللي حابب بقى ياكل بيه كده في الرز، واللي عايز ياكله لوحده. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسونوش من سبسكرايب ولايك وشير للفيديو، واعملوا لي مشاركات كتير كتير قوي. كل حاجة اعملوها لي، اي حاجة في سكتكم اعملوها لي. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.